يمنى عياد. قبل ما نتكلم عن اللي حصل معاها والظلم اللي اتعرضت له، لازم نعرف مين هي يمنى عياد. يمنى عياد هي ملاكمة مصرية حصلت على الميدالية البرونزية في وزن 54 كيلو، وكانت دي معمولة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كانت عام 2022، ودي كانت أول ميدالية للملاكمة النسائية المصرية في التاريخ. يمنى عياد عندها 19 سنة، ورغم سنها ده عملت إنجاز تاريخي، وكانت أول لاعبة ملاكمة بتصعد إلى الأولمبياد في تاريخ مصر، وكانت بقالها 3 سنين بتستعد للحدث ده، وكمان حصلت على ميدالية أفريقية في اللعبة دي. ويمنى عياد اشتركت باسم مصر في اللعبة في أولمبياد باريس في لعبة الملاكمة، ولكن وهي هناك فجأة حصلت ضجة كبيرة جدا، ومعرفوش ايه سببها او ايه سبب ان مصر خسرت البطولة، او خسرت من غير ما تلعب ولا او تشارك في ولا دور واحد. طيب ايه اللي حصل يا جماعة؟ عشان كده مرة واحدة لقينا ضجة كبيرة كانت بسبب استبعاد لاعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد من منافسة أولمبياد باريس من غير ما تلعب ولا مباراة. طيب ايه اللي حصل ده؟ بيقولوا ان وزنها اللي هو المفروض يكون 54 كيلو فجأة لقوه 54 و700 جرام، رغم ان يمنى عياد كانت مساء يوم الجمعة والمباراة كانت هتتلعب يوم السبت. مساء يوم الجمعة هي أجرت تدريب ضبط الوزن، وبعتت الميزان بتاعها وصور ان هي فعلا 54 كيلو بالظبط، ولكن فوجئوا يوم السبت الساعة 6 صباحا لما بدأوا الاتحاد يوزنوها، لقوها ان هي 54 و700 جرام. جم ال 700 جرام دول منين وهي كانت لسه بالليل يوم الجمعة قبل ما تنام على طول كانت 54 جرام بالظبط؟ ازاي الساعة 6 الصبح لما تصحى من النوم تبقى 54 و700 جرام؟ ولكن في اطباء بيقولوا ان ده شيء وارد وانه ممكن يحصل، وخصوصا قبل الدورة الشهرية بكام يوم، ولكن ايه اللي مش متعرف عليه ازاي ده يحصل في كام ساعة يدور في وقت نومها. ولكن في اقاويل انتشرت ان ده كان شيء مقصود، اللي هو استبعاد يمنى عياد من البطولة الاولمبية علشان خاطر في شخصة تانية هي اللي تفوز، او ان هي توسع الطريق لشخصة تانية ان هي اللي تفوز في باريس. ولكن الله اعلم بصحة الكلام ده. لكن رئيس اتحاد الملاكمة المصري ونائب رئيس البعثة الاولمبية عبد العزيز غنيم اتكلم عن الواقعة دي، وقال ان هو لغاية دلوقتي مش قادر يعرف ايه السبب او يحدد مين المسؤول عن حرمان مصر من المشاركة التاريخية في منافسات الملاكمة النسائية لأول مرة. وكمان قال ان يمنى اجرت تدريبات ضبط الوزن يوم الجمعة بالليل، وما كانش فيه اي حاجة تقول ان في اي وزن زيادة، وكانت 54 كيلو بالظبط، ولكن هو ما قدرش يعرف ايه اللي حصل بعد الوقت ده، وخصوصا ان هي ارسلت لي صورة الميزان وكان مضبوط بالظبط على 54 كيلو. ولكن تاني يوم السبت صحيوا الساعة 6 الصبح عشان يتفاجئوا لما يجوا يوزنوها ان هي 54 و700 جرام، ولغاية دلوقتي هو ما يعرفش ايه السبب وايه السر وراه ده، وليه استبعدوها فجأة من المباراة. ولكن يقال اقاويل كتير زي ما قلنا ان سبب الاستبعاد هو ان يدوا فرصة لواحدة تانية ان هي اللي تكسب في الاولمبياد، وان مصر تخسر نهائي من غير ما تلعب ولا مباراة. وللأسف ده حطم حلم يمنى وحلم بنات كتير. ولكن في أشخاص طلبوا بالتحقيق وإن لازم يجرى تحقيق في الموضوع ده، أو إن هم يعرفوا إيه الأسباب. منهم المحامية المعروفة نهاد أبو القمصان، واللي طلبت إجراء تحقيق سريع في الواقعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وياريت اللي ما اشتركش في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتنورونا باشتراككم، واشوفكم على خير في فيديو جديد.